المهم كملت حياتي عادي، واللي كنلقاها كتواسيني هي صاحبتي ماجده، اللي من بعد غادي نكتشف انها هي سببي في عذابي. حملت 4 ديال المرات وكيطيحوا ليا، ما عرفتش ما ندير. مرضت بزاف وراجلي ولا مبدل عليا، وباش كملت الباهيه حل فرع جديد في مدينه اخرى غير اللي حنا ساكنين فيها. هو يقول لي شوف يا حياتي، دابا يلاه حليت هذا الفرع، انا غادي نبدا نجي السبت والحد، ولكن ماشي كل سيمانه، حيت راكي عارفه دابا خاصني نقابلو مزيان حتى يوقف على رجليه. انا قلت ليه واخا حبيبي، حتى انا بغيت مصلحتك وما تخافش عليا، غادي تبقى صاحبتي ماجده ديما مونساني، وانا ما عرفتش انني مصاحبه مع حيه. وفعلا راجلي سافر وبقيت بوحدي، وعمرت وقتي من غير الخدمه والدراسه، انخرطت في جمعيه كنعاون الناس محتاجه، الله يثبت الاجر. وكتجي عندي صاحبتي كتجلس معايا وكنعاملها بحال اختي، ومع هي ما فحالهاش. واحد النهار جالسين وهي تقول لي اختي تا غير راه بغيت نسافر لواحد المدينه، بغيت نخدم على راسي، وكيف عرفتي والده راها مريضه. قلت لها ما نسيتك غير الخير انا، واللي محتاجاها مرحبا، حسبي ماماك بحال ماما. فعلا صباح هبطت للمدينه فين ساكنين، سافرت وحسيت الصراحه بلو وحده كانت معمره عليا. المهم كتصل بيا مره سافرت للمدينه اللي قالت بغات تخدم فيها، اللي هي مدينه اللي حل فيها راجلي في فرع جديد. اكيد هذه ماشي صدفه، بل كل شيء مخطط لهم ودبر ليه باش يطيح في الشبكه ديالها، وللاسف طاح بكل سهوله ودارت راسها بحال ليله تلاقاتو صدفه. مهم مشات عنده، هي تقول لي خويا نجيب عاش من شافك، على انت خدام في هذه المدينه؟ هو يقول لها انا خدام هنا. على تغريد ما قالتلهاش ليه؟ قالت ليه لا عرفت، ولكن ما عرفتش المدينه بالضبط. هو يقول لي جيتي عند شي حد؟ قلت ليه لا ما كاين، ما نخبي عليك اخويا نجيب، انا جيت كنقلب على خدمه هنا، الا قدرتي تعاوني. وبارح كريت واحد البيت، وبهذه المناسبه كنظن من ليلتي ماكله ديال الزنقه، خليني نطيب لك شي حاجه، شي طويجين فاعلتك. ايوا هو يقول لها والله حتى توحشت الماكله ديال تغريد. ايوا تقول لي ايوا غير زيد ورا غادي تعجبك حتى ماكلتي. بعد الحاح ديالها مشى معها البيت اللي كاريه. ايوا فعلا جلسوا، مشات هي ردات الغدا وبقاو كيهضروا طاجين وكلاو. هو يقول لها بنين هادشي اختي ماجده، عطاك الله الصحه، راكي تبارك الله تقنتي. ايوا تقول لي بالصحه والراحه. وبدات السيده عليه كتحلون عليه بالهضره، السيد كلا وشبع. حنا كنقولوا المثل الا شبعت الكرش كتقول الراس غني، هذا بالعكس سخن عليه راسه، ولا نقولوا طلعت ليه درجه الحراره. وبهكذا بداو لقاو راسهم غامسين في الرذيله والفساد. من خلال هذا الشيء كامل السيده سالات، هي تقول ليه نجيب عافاك استنى، راه انا فقيره والشرف عندي هو كل شيء، انا ضعت بهكا. ومعه هو مسكين قلبه حنين ورهيف امام دموع النساء، قال لها واخ انا غادي نتزوجك ونطلقك، انت عارفه انا كنموت على مرتي، وانت عارفه انني ما حسيتش وما عرفتش مالي وكيفاش وقع هادشي بيناتنا، ولكن ما تخافيش انا غنتزوجك، ولكن ما غاديش تبقاي ساكنه في هاد البيت، غادي نكري لك بارطما. فعلا تزوجها وكرا لها وتغريد في دار غفلون. ما بقاش كيتسوق ليا نهائيا، حتى التليفون ما كيتصلش، وفاش كنتصل كيتحجج ليا بالخدمه. وانا حسيت بهذا الشيء وبقى فيا الحال، وكنقول واقيلا حيت ما كيساليش. المهم لنا الله في حيت ما قلت انا ما كيساليش مع الخدمه، وايضا قلت حيت ما كيسرش لنا الله في الاولاد، كيطيحوا ليا قبل ما يكمل النمو ديالهم. داكشي الالم ديالو كيدفنوا في الخدمه. اما صاحبتي ورفيقه دربي واللي كنعتبرها كيف اختي، تليفونها ديما طافي، وسولت امها قالت لي كتصل بها كتقول لها راها مزيانه وكتصيفط ليها الفلوس. انا تعجبت وكنقول ربي اللي عالم ظروفها، ودرت ليها الف حجه وعذر. المهم قلت الويكاند الجاي انا ندير مفاجاه لراجلي، مادام هو ديما مشغول ناخذ انا المبادره نمشي عنده. فعلا مشيت بدلت لوك ديالي، صبغت شعري قصيته، درت لي سوان اللي بغيت باش نبان في احسن طله، هزيت طوموبيلتي ايوا شديت الطريق. وصلت الشقه ديالنا اللي في المدينه اللي ولا خدام فيها راجلي، لقيتها مرتبه ومقاده. دخلت للبيت نعس نرتاح، حليت المري وما كنلقى حتى حاجه من حوايجو، بقيت غير كنشوف وكنقول واه يمكن زعما السيد يكون مسافر. هزيت التليفون كنصوني ليه شحال وهو ما كيجاوب. المهم داز واحد الساعه واتصلت وعاد جاوبني قال لي قلت لي نجيب توحشتك بزاف، امتى غادي نشوفك؟ ما غاديش تجي، انا دايره له مفاجاه ما بغيتش باش نخبره. المهم هو يقول لي
لا حبيبي انا ما نقدرش نجي حيت ندير خدمه كثيره بزاف، غير سمحي لي، غير يستقر الفرع الجديد وناخذ العطله طويله وما عرفتش باش تبليد. المهم كيفاش زعما يكون مسافر غادي يقولها لي ولا لا، شي حاجه ما كتريحش. قلت له واخا ياك ما بارتما رونتيها، عارف حوايجك ديما مرميين. قال لي كتجي واحد السيده تشمع ليا الدار كل سيمانه وغادي تجيني اليوم باش تنظف ليا الدار. المهم الشك بدا كياكل فيا، قلت لا غير الشيطان. المهم بدلت عليا ونعست شويه، كنسمع بحال شي حد كيقرب حتى قلت واش انتي حمقى كنتي بغيتي تظلمي راجلك انه وترجعي انه كيكذب عليك. خرج لقيت واحد المراه، قلت لها شكون انتي وكيفاش دخلتي بلا ما تدقي؟ قالت لي انا ملكه كنجير كندير الميناج هنا كل سيمانه. قلت له انتي شكون؟ قلت لها انا تغريد مولات الدار مرات السي نجيبيه. تقول لي سمحي لي مدام تغريد ما عرفتكش ولكن ما فهمتش. وانا نقول لها شو اللي ما فهمتيش؟ قالت لي انا كيحسب لي السيده الاخرى هي مراته، انا ما فهمتش. السيده كتقول لي السيده الاخرى، قلت لها سيده فين السيده؟ قالت لي واحد المراه طويله وعامره وشعرها كحل، هي اللي كنشوفها بزاف مع السي نجيب. انا بحال تصرفقت وانا نقول السيده واخا كملي شغلك. مشيت بحال خويتي عليا السطل ديال الماء بارد، بقيت كنفكر، لبست حوايجي خرجت وانا نعيط على السيده ملكه. شوفي قلت لها عافاك الا اتصل راجلي ما تقوليش ليه والو، بغيت نديرها ليه مفاجاه. هي تقول لي واخا هزيت طوموبيلتي مشيت لمقر الشركه، سولت الامن اللي على برا، قلت لي السلام عليكم كاين سي نجيب؟ قال لي لا اختي راه موظفين كيخدموا غير الصباح والعشيه ولحد ما كيخدموش. ايوا انا كنت محتاجه، قلت لي انا كنت محتاجه ضروري مساله حياه او موت. بنت السيده معصبه ووجهي صفر. قال لي الصديق اللي كنتناوب انا وياه على الحراسه يقدر يكون عارف، حيت بعد مرات كياخذ ليه الطلبات ديالو البارتمان فين ساكن هو والمدام. انا سمعت المدام حسيت بقلبي بغى يسكت والدنيا دارت بيا. المهم ويقول لي مالك مدام كتباني ليا عيانه؟ قلت سير ارتاحي في هذا الكرسي. قلت له شكرا بغيتك دابا تجيب لي العنوان الله يرحم لك الوالدين. فعلا اتصل بالصديق ديالو اللي كيتناوب هو وياه، عطاه العنوان، خديته وشكرته ومشيت كنسوق كيف الحمقى حتى وقفت قدام العماره وكنقول يا ربي يكون هذا غير كابوس وانا غير كنحلم ولا غير تهيئات ليا. بقيت واقفه شحال في طوموبيلتي حتى بان ليا هو واحد طوموبيلته، حسيت بقلبي كيضرب بالجهد حتى الدموع بغيتهم ينزل ولكن والو، خليته حتى طلع ونزلت. دخلت وانا رجليا فاشلين عليا. كنقلب على الطابق الثالث لقيت المصعد عامر، ما قدرتش نستنى رغم كاع داكشي اللي سمعت وشفتو. شفتو طالع هنا كنقول لا غير واقيلا كلشي هادشي غير تخربيق. المهم طلعت في الدروج حتى وصلت للطابق الثالث، كنقلب على الشقه رقم 8 لقيتها. حطيت يدي على الزر ديال الصونيت كنقول نصوني لا ما نصونيش. المهم استجمعت القوه ديالي وانا نصوني وعاودت صونيت. وهنا غادي تنزل عليا الضربه القاضيه. عرفتوا شكون اللي حل لي الباب؟ صاحبتي العزيزه اللي كنت محليه فيها وحاجتها واللي طار الانتباه ديالي كرشها كرشها اللي كانت حامله. قلت لها فين هو راجلي؟ قالت لي قولي لي يا حبيبه فين هو راجلك ويات على كرشك. ايوا قلت لها بقيت مذهوله صافي بقيت كنشوف اش التخربيق. قالت لي كيف كتسمعي وانا ونجيب مزوجين وهذا اللي في كرشي ولو انا اللي غادي نجيب ليه ولي العهد ماشي بحال كرشك كتخوى بك ما قادره حتى تهتمي بهم وهما في كرشك بنت الفشوش. وانا نقول لها يا كالفعه بنتي على حقيقتك حيدي من قدامي دابا شويه. والسيد خارج كيمسح راسو بالفوطه حتى شافني وتصدم ويقول لي تغريد اش كديري هنا؟ قلت ليه جيت نشوف خيانتك وغدرك. وبقيت كنضرب فيه على صدرو هو لا يحرك ساكنه. هي اللي بدات كتحيدني. ايوا هي تقول لي تفارقي من راجلك مالك كتربي فيه راه صبر عليك وما كتجيبيش ولاد انت عاقره. شنو كتسناي يبقى حداك العمر كامل؟ هو بغى ولادو وارث اللي ياخذوا بلاصتو، علاش هو كيتعذب ويضرب تماره؟ صافي خرجت بالزربه وهو كيعيط. مشيت كنسوق كيف الحمقى حتى خرج واحد مول الطوموبيل غير نزل بدا كيغوت وانا كنبكي هو يشوفني. وديك الساعه قال لي وانا في حاله هستيريه صافي بلا ما تبكي حيدي وسط الطريق وجاب لي الماء وشربت. قلت لي انا شكرا وسمح لي بزاف. السيد ما كاينش، قال لي ما كاين مشكل حتى انا سمح لي. ما عقلتش على راسي حتى بديت كنغوت ولكن مالكي كتسوقي هكاك. شافني انفجرت بالبكا هو يقرب مني ويقول لي
مالك اختي؟ قال لي واش عندك شي مشكل؟ راه نقدر نعاونك. صافي انا ما عرفتش، حتى بديت كنفضفض ليه وكنحكي على كل اللي في قلبي. صراحه كنت محتاجه نفرغ داكشي اللي اي واحد، حيت التاثير ديالو الطرفيه داكشي بزاف لواحد الدرجه ما نقدرش نوصفها. وهو يقول لي واحد الهضره: شوفي، الخيانه راه طبع وليس ظروف، وهما في الاصل الخيانه كتجري في دمهم. بقيت فيه بزاف ويقول لي: دابا ما غاديش نخليك بوحدك، انا غادي نوصلك حتى للمدينه فين ساكنه، حيت ما غاديش تقدري تسوقي وانتي في هذه الحاله. فعلا وقف معايا وقفه ديال الرجال. انسان ما كنعرفوش مسكين وصلني حتى لدارنا بعد الحاح. دخل دارنا كيتسالوا شكون هاد السيد. دخل الوالد ديالي للصالون، انا دخلت وانا نعلق الوالد ديالي وبقيت كنبقي. بقات مخلوعه عليا بزاف. مالكي؟ هو يجي الوالد ديالي بغى يسولني شكون السيد لقاني، كنبكي تخلع حتى هو مسكين. عاودت لهم باختصار، ومشى الوالد عند الشخص وشكره بزاف وحلف عليه، قال ليه غادي تعشى وتبات عندنا. نسيت ما قلت لكم اسم ديالو فاش كنا جايين. قال لي اسمه محمد، تعشى معنا وبات وصلى الفجر مع الوالد ديالي وفطروا ونض. شكرناه كاملين ووصلوا خويا المحطه حيت جينا بطوموبيلتي، وديالو خلاها في مدينه اخرى. المهم كان راجل كيضل يتصل كيجاوبوا الوالد ديالي بقسوه. انا مشيت جمعت حوايجي من الفيلا ودرت الطلب ديال الانتقال من الخدمه لمدينتي فين كاينين والديا. محمد ديما كيتصل يسول فيا انا ومالي الدار. المهم طلقت من راجلي. واحد النهار كنت انا وماما في الدار، جات عندنا واحد السيده كتشي الوالده وهي مسكينه بحال شويه فيها واحد المس، وكتشوف الناس ولكن غير كتعاونهم، ما كتخدمش ديك الخدمه ديال الشوافه. كيف جلست معانا هي تقول لي انت فيك سحور، وسحور تدار منين يلا تزوجتي؟ ايوا بقيت كنضحك وهي كتخانزر فيا مع انا انسانه مثقفه كيفاش تصدق هاد الخرافات. ماما كتقول لي سكتينا من الضحك. بقات كتقول لي شي تخربيق الفيلا فين كنتي ساكنه في هذاك الشيء بالضبط تحت الشجره ديال الحامض. هنا سكت حيت فعلا حنا في الفيلا ديال الراجل اللي كنت مجوجه به كاينه الشجره ديال الحامض. هي تقول لي نوضي دابا نمشيو تما. بديت نقول لا ما يمكنش. هي تقول لي ماما نوضي. فعلا شدينا الطريق وصلنا تما مع شي 5 ديال العشيه. كنقول يا ربي غير ما يكونش طليقي في الدار حيت مازالين عندي سوات. المهم دخلنا بدات كتحفر حتى بان ليها مي كحله فيها السطله ديال النيدو. حلينا السطيله لقينا فيها الملابس الداخليه ديالي وديال الرجال وديال الاطفال، ولقينا ورقه مكتوب فيها الشتات شملهم وفرق جمعهم وقطع يديهم كبيرهم وصغيرهم وبزاف ديال الهضره ما مفهوماش. المهم هزينا داكشي مشينا بطلنا داكشي. بعد ما خبرنا السيد اللي بطل لنا داكشي ان اللي دارت ليا هاد السحر هذا هي امراه شابه، ووصف لي اوصافها بالضبط. انا تفاجأت واكيد غادي تكون ماجده صاحبتي موراها. ارتاحيت ونفسيتي، ولكن طليقي بغى يحماق كيتصل كيجي حتى لدارنا بغى يرجع ليا. وانا كنقول له اللي خان مره يخون 1000. سير عند مرتك اللي كتولد، انا راه غير عاقره. المهم دازت على هاد الحادثه عام. واحد النهار كنت غدا وحتى سمعنا الدقان. خرج خويا لقى محمد عقلتو عليه اللي كان عاونني. المهم دخلوا خويا ورحب به. المهم جلس هو يقول الوالد انا جيت بغيت نخطب تغريد الا قبلتو عليا. انا كنت مازال متاثره ولكن والدي يقنعوني. المهم تزوجت انا وياه موراها ب4 شهور صدقت حامله وخفت بزاف لا يطيح ليا، ولكن كان الوضع مستقر الحمد لله. و3 ديال التوام ربي جازاني على العذاب اللي شفت كله. ولدت في ديك 3 ديال السنوات. ولادي دخلتهم الروض وكنت جايه للدار تلاقيت مع ماما ماجده سلمت عليها. كيف شافتني بدات كتبكي وقالت لي ذنوبك خرجوا في بنتي. قلت لها كيفاش؟ قالت لي ماجده ولدت بنت ولكن مرضت لها بالسخانه الخايبه ومات وما صبرتش عليها وحاولت تولد ولكن للاسف لقات عندها كونسير في الرحم وحاولت دير عمليه ولكن راجها اللي هو نجيب طليقي ما عندوش الفلوس غير ما غاديه حالته كالظهور. خسر شي صفقه كبيره وبدا يخلص الخدامه من جيبو. ومعنقت خالتي ماما ماجده قلت لها الله يسامحها ويسامحه ربي كيسامح.
فكيفاش ما نسمحوا حنا اللي غير بشر. فرحات مني ملي سمعت صراحه هذا الكلام اللي قلت لها ومشيت في حالي، وانا كل يقين بان ربي خدا لي حقي، والله يمهل ولا يهمل. المهم كانت هذه هي قصه ديالنا ديال اليوم. نتمنى ان شاء الله هذه القصه تكون فيها واحد العبرة، اللي هي أنكم عمركم تيقوا في الصحابات، عمركم تيقوا تقولي هذه راه صاحبتي وندخلها لداري، عمركم تيقوا أي وحدة تسد بابها عليها، فالناس راه ما بقاتش فيهم ثقة. نتمنى إن شاء الله ديما أنا قصص ديالي ولا أي حاجة كنحطها لكم إلا وللعبرة وأنكم تستافدوا منها. نتلاقاو إن شاء الله في الفيديو القادم في قصة جاية إن شاء الله، ومع السلامة.